السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. دايما لما باجي اشتري مربى دايما بروح على نوعين، هما فيتراك وحلواني. مش عارف ليه بصراحه يعني، بس بحسهم هما اللي مشهورين وهما اللي مسمعين في السوق. المره دي رايح اشتري كالعاده مربى، فلقيت كل الانواع قدامي على الرف في السوبر ماركت. فجه السؤال في دماغي، انا ليه هشتري حاجه من الاتنين دول؟ ما في قدامي حوالي 4 أو 5 انواع. فهل هما دول فعلا احسن نوعين؟ هل فعلا احنا متعودين بس على الاسم اللي بيتردد وخلاص، ولا الانواع التانية ممكن تكون احسن منهم؟ فقلت نجيب كده 4 أو 5 انواع ونشوف. فقبل ما نبدأ كده فيديو، لايكوك الجميل، واللي مش مشترك في القناة يشترك، وشوية شير كده يساعدوا القناة بعد اذنكم طبعا. ويلا نبدأ. انا جبت من السوبر ماركت 4 انواع: حلواني اخوان، ورشيد الميزان، وفيتراك، وهيرو. بصراحة كان في انواع تاني بس حسيت ان فرق السعر اوفر قوي، يعني الضعف تقريبا، فقلت لا ملهاش لازمة. يعني احنا خلينا في ظل الاسعار اللي احنا فيها دي او الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، دول المتاحين لمعظم الناس يعني. فتعال نبدأ كده من الارخص للاغلى ونشوف هل في فعلا فرق بين الرخيص والغالي، ونحدد ايه احسن براند من دول قيمة مقابل سعر. اول نوع معانا هو الرشيد الميزان. رشيد الميزان دي حجمها 340 جرام وسعرها 21 جنيه ونص. هو بص، هو الجرامات او الاحجام مختلفة والاسعار متفاوتة، فانا مش هعرف بصراحة اظبطها بالظبط. بس انا هنزل لكم حاجة، هنزل لكم سعر العلبة دي على الشاشة، وهجيب لكم سعر الكيلو بتاعها. بس برضو خلينا متفقين ان اسعار الحاجات دي متفاوتة من مكان لمكان، ومن هايبر لسوبر ماركت لبقالة، فيعني هيبقى تقريبا نعرف ايه الاغلى وايه الارخص. طيب خلينا نبدأ الاول بالرشيد الميزان، ونبدأ ونفتح ونشوف كده. خلينا نشوف الاول مكوناتها ايه سكر، فراولة، مش عارف بكتين الفاكهة، مش عارف ايه بكتين الفاكهة ده، بين قوسين كده مكتوب مغلظ قوام وملح ليمون. المهم نسبة الفاكهة 45 جرام الفراولة لكل 100 جرام، يعني نسبة الفاكهة 45%. ونسبة السكر الإجمالي 60 جرام لكل 100 جرام. طيب يبقى كده نسبة الفاكهة 45% ونسبة السكر هتبقى 60%. تعال نفتحهم بقى وندوق ونشوف. طب دي شكلها كده من جوه، في قطع الفاكهة ظاهرة فيها. طيب تعال ندوق بقى. هو انا شايف هنا هي قطع فاكهة. بسم الله. هو انا باكل قطع فاكهة ومعاها زي، انا مش عارف ده شربات ده ولا مثلا مادة حافظة ولا ايه، بس طعم السكر معاها زيادة قوي. لكن قطع فراولة في قطع فراولة وطعمها ظاهر وملمسها كمان ظاهر. طيب تعال نشوف اللي بعده. تاني نوع معانا اللي هو حلواني اخوان، وده 380 جرام وب 21 جنيه 75 قرش. مكونات بقى سكر وفراولة، وبرضه اللي هو بكتلين الفاكهة ده. المهم نسبة الفاكهة هتكون او نسبة الفراولة يعني 45 جرام لكل 100 جرام، يعني 45% برضه. ونسبة السكر برضه 60 جرام لكل 100، يعني 60% برضه سكر، يعني تقريبا كده النسبة واحد. طيب تعال نفتح وندوق. ده شكل حلواني من جوه، تحسوها متماسكة اكتر، واللون تقريبا افتح شوية، يعني حاسس ان اللون افتح وما فيهاش اللي هو السائل اللي بقولكوا زي شربات او معرفش ده ايه بصراحة عشان مفتيش. لكن برضو انا شايف هنا قطع فاكهة. طيب نجيب المعلقة وندوق. طيب انا هنا حاسس بقطع الفاكهة مش باينة، يعني هنا معجون اكتر شوية، هناك كنت كل ما اجي اطلع بالمعلقة بلاقي فيه قطع فاكهة. تعال ندوق. طيب هو انا حسيت فعلا بقطع الفاكهة وانا باكل، بس يعني تحسها عموما في المربى معجونة اكتر، بس طعمها باين. وهنا السكر هنا انا حاسه اقل شوية،
يعني طعم السكر مع نفس التركيز، بس يمكن السكر نوع السكر مختلف مش عارف، بس انا حاسس بمزازة الفراولة اكتر شوية، او بطعم الفراولة طاغي اكتر شوية. تعالوا نروح اللي بعده. تالت نوع معانا هو مربى فتراك، والبرطمان ده 430 جرام ب29 جنيه. وهنا مربى الفراولة بالقطع، لان عارفين ان الفتراك عندها نوع تاني اسمه كريمي، ده تقريبا للسندوتشات بيبقى القطع الفاكهة مفرومة اكتر او معجونة اكتر عشان تبقى سهلة الفرد في السندوتشات. فكل اللي معانا النهاردة كلهم قطع. المكونات سكر وفراولة، ونسبة الفاكهة أو نسبة الفراولة 45 برضو جرام، يعني 45%، ونسبة السكر برضو 60 جرام في كل 100 جرام، يعني 60%. وهنا مكتوب بدون مواد حافظة أو منكهات وملونات صناعية. طيب تعال نفتح وندوق. طيب هنا عندنا برضو حاجة تالتة مختلفة تماما. القطع باينة زي رشيد الميزان، ولكن ماسكة نفسها زي حلواني إخوان. فهل هتبقى جامعة بين الحلو من هنا على الحلو من هنا تطلع حاجة جامدة؟ هنشوف. تعال ندوق. يعني انا شايف قطع فراولة اهو، يعني يا رب تبان لكم في الكاميرا، والبذور اللي هي بتبقى على الفراولة نفسها ظاهرة، بس في التقطيع بتاعها مش سايبة قوي زي رشيد الميزان، ومش معجون زي حلواني اخوان، يعني حاجة في النص كده. فتعال نشوف وندوق. بسم الله. حلو قوي قوي، يعني ضايق طعم الفراولة، وفعلا في قطع فراولة وانا باكل، وضايق المزازة بتاعتها. انا فعلا ضايق طعم الفراولة اللي هي المزز شوية، وحاسس بقطمة الفراولة بقطع الفراولة يعني، وفي نفس الوقت السكر مش عالي. طب خلينا نروح لاخر حاجة بقى واقول لكم على الخلاصة. اخر نوع معانا هو هيرو. هيرو ده اصلا شركة المفروض ان هي بتعمل منتجات اطفال، مكملات غذائية للاطفال، البان اطفال، تقريبا في سيرلاك للاطفال منها، يعني حاجات زي كده. والمفروض يعني ان هي البراند ده مش رخيص، لان المفروض ان حاجتها طبيعية او مكوناتها كلها طبيعية. حتى هما هنا كاتبين مربى الفراولة وتحتها كلمة مكونات طبيعية. هو بصراحة السعر بصراحة المفروض يبقى كده، يعني بالسعر ده المفروض يبقى فعلا كل المكونات طبيعية. هو البرطمان ده 350 جرام بسعر 47 جنيه، فالسعر اوفر، بس انا جبته عشان ده يمكن منتشر شوية وفي ناس ممكن تشتريه، لكن الحاجات التانية ممكن تكون مش موجودة في كل الهايبرات، فعشان كده جبت ده. وبصراحة مكنش عندي خلفية ان السعر عالي اوي كده يعني. فتعالوا نشوف بس مكونات قبل ما ندوق. هو مكتوب مربى الفراولة درجة أولى، والمكونات فراولة وسكر وسكر بني من قصب السكر، تحتوي على 50 جرام، 50 جرام في كل 100، يعني هنا نسبة الفاكهة أكتر ب5%، بنسبة 50%. نسبة السكر 60 جرام، نسبة السكر هي واحدة هي 60%. هو إنتاج شركة هيرو للصناعات الغذائية تحت إشراف هيرو السويسرية، يعني براند عالمي. تعالوا بقى نفتح ونشوف البراند ده هيقول ايه معانا. طيب انا شايف قوامه كده مايل زي فيتراك اكتر شوية، قطع الفاكهة باينة، بس ماسك نفسه ومش سايل. تعالوا ندوق. هو قوامه انا حاسه اكتر شوية مايل ناحية شبه شوية حلواني اخوان. طب تعالوا ندوق. هنا واضح الفرق بصراحة، يعني طعم الفاكهة طاغي اكتر شوية، بس هو في طعم سكر كمان يعني مع الموضوع، مع ان نسبة السكر واحدة في كله، وهنا المفروض ان نسبة الفاكهة اعلى، فالمفروض تبقى الفاكهة اضغى شوية. بس كلمة السكر البني ده يعني مدي طعم كده، مش سكر اوفر، لا مدي تسكيرة كده مع متعادلة مع مزازة الفاكهة او مزازة الفراولة، ف طعمها متوازن، بس انا حاسس بطعم الفاكهة فيها قوي او طعم الفراولة فيها. طيب خليني بقى الخص لكم الفيديو. طيب انا يعني اتبسطت قوي من الحلقة دي، انا حسيت ان فعلا في فروق بين كل منتج والتاني او كل شركة والتانية، مش مجرد ان احنا مركزين على نوعين معين بس وخلاص، لا في انواع تاني ممكن تشتريها ومش تحس بالفرق القوي يعني. فانا ترتيب الانواع بالنسبة لي او ترتيب الشركات بالنسبة لي هيبقى
رقم واحد هو فيتراك، طعم موزون جدا والسكر مش عالي وطعم الفاكهة واضح، والسعر في الافريج او في المتوسط بتاعنا. مركز تاني بالنسبة لي هيبقى حلواني. حلواني برضو يعني قطع الفاكهة ما كانتش ظاهرة قوي بالنسبة لي. اما المركز التالت فهو رشيد الميزان. يعني انا ما عجبتنيش نسبة السكر فيه بصراحة، نسبة السكر عالية قوي، لكن اللي بيحب الحاجة مسكرة قوي هيعجبه ده قوي. اما شركة هيرو فبصراحة انا مش هدخلها في المنافسة دي، لان هي سعرها اوفر او الدبل يعتبر بمعنى صح، بس الكواليتي محترم وحاجة للنزاهة شوية. لكن لو عايز حاجة قيمة مقابل سعر، ترشيح الشخصي فيتراك. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة كده. اتمنى انه يكون عجبكم، وقولوا في الكومنتات لو عندكم اي حاجة تانية او اي اقتراحات نعملها ونجيبها ونقارن ما بينهم زي كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي جاية، وشوية شير كده بعد اذنكم. وهتلاقوا في صندوق الوصف صفحة فيسبوك بتاعت هنجرب، ممكن تعملوا متابعة عليها، واكونت الانستجرام برضو في صندوق الوصف ممكن تعملوا عليه فولو. وشكرا ليكم، سلام.